الشركات بتشغل دماغها. عارف لما يبقى عندك سلسله موبايلات ناجحه قوي وسمعتها حلوه، فتروح منزل موبايل جديد المفروض انه من نفس السلسله علشان ينجح نفس النجاح. ده بالظبط اللي اونر عملته في الاونر 400 لايت، احدث فرد في عائله الاونر 400 اللي نجحت نجاح كبير وانتشرت انتشار رهيب. ولكن هل اللايت يستحق انه ينجح؟ ايه مميزاته؟ ايه عيوبه؟ هل بيقدم تجربه مميزه في فئته السعريه؟ ده في نفس فئه السعر بتاعه موبايلات قويه كنت لسه عامل لك ما بينها مقارنه، الموتورولا جي 75 والانفينكس نوت 50 اس والسامسونج جالاكسي اي 26. كل الكلام ده هنعرفه في فيديو النهارده، فزي ما انت متعود لايك الجميل، دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نشوف حكايه الموبايل ده. احنا هنمشي ترتيب المراجعه العاديه بتاعتنا، بس هتاخدوا بالكم ان النص الاول من الفيديو تقريبا ايجابيات والنص الثاني سلبيات. ما علينا، خلينا نبدا باول حاجه التصميم. وتقريبا احلى ما في ال 400 لايت هو التصميم بتاعه اللي هيعجبك جدا اول ما تمسك الموبايل ده في ايدك وتشوفه على الحقيقه، لان وزنه كمان مش تقيل، 171 جرام، التخانه بتاعته 7.3 مللي. الموبايل ده من اخف الموبايلات اللي جربتها في الفئه السعريه بتاعته، وكمان تحسه ملموم في الايد كده شويه، واخد ستايل الاونر 400 وسط الموبايلات المنافسه بتاعته، مع اعتبار طبعا ان اللايت اكبر شويه من ال 400 علشان شاشته اكبر. بس انا هنا بقارن اللايت بالموبايلات المنافسه الثانيه اللي بسعر. على جانب الخامات، فالتصميم هنا كله من البلاستيك، مش هقول ان ده عيب ولا ان البلاستيك المستخدم هنا رديء، لا، الخامات مقبوله جدا على فئه الموبايل، مش هيضايقك، وفي نفس الوقت مش فخم قوي. بس هو مميز في شكل الكاميرا الخلفيه المنقوشه من الايفون، لا ده هم عاملينها احلى من الايفون. يعني انا كنت اتمنى ان ابل تنزل الديزاين ده في موبايلاتها الجديده، لانه كان هيبقى ديزاين جامد جدا. حركه المثلث اللي داير حوالين الثلاث كاميرات وسط المربع ده اللي فيه كورنرات خفيفه، شكلها على الحقيقه حلو جدا فعلا. وكمان اللون السيلفر في الموبايل ده حلو جدا وهادي كده ووقور، وفي نفس الوقت مش بيبصم ولا بيتوسخ بسهوله. مقاوم لطرطشه الميه IP65، ودي يعني طرطشه خفيفه، بلاش تنزله بايدك جوه الميه. وبيقولوا كمان ان هو مقاوم للصدمات، بس برضو ما توقعش الموبايل من ايدك. بس في حاجه غريبه وانا بعمل انبوكسنج للموبايل ده، ما لقيتش الجراب في العلبه، يعني في حته كده بتحط فيها الجراب انا ما لقيتوش، فانا مش عارف دي هل غلطه ولا هو الموبايل ده بينزل كله كده من غير جراب، انا مش عارف، بس هاكد عليكم النقطه دي. قول لي بقى رايك في تصميم الموبايل ده مقارنه مع الموبايلات المنافسه موتورولا وانفينكس وسامسونج. هل شايف ان الموبايل ده قدم جديد؟ وتاني حاجه مميزه في الموبايل ده يعني بالنسبه لي هي اهم حاجه، الشاشه 6.7 بوصه اموليد فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز. الشاشه دي داعمه لل HDR 10 بلس، وفيها معدل تعتيم ممتاز 3840 هرتز. شاشه مواصفاتها فعلا حلوه، وغير المواصفات الشاشه دي تجربتها فعلا هتعجبك. ده غير ان هي شاشه مسطحه تماما، ما فيهاش اي كيرفات، وفي نفس الوقت الشاشه دي اقل حواف لقيتها في الفئه السعريه بتاعته لحد دلوقتي. فانت واخد شاشه مسطحه، على الورق مواصفاتها حلوه، تجربتها حلوه، وكمان الحواف قليله جدا. يمكن تعليق الوحيد على الشاشه هنا هو الثقب بتاع السيلفي، الحبايه المزدوج اللي انا معرفش اونر بتعمله ايه، بس ممكن نعديها، ما ده نفس شكل الشاشه بتاعه الاونر 400 برو اللي اغلى منه 3 اضعاف تقريبا. من ناحيه الالوان وتجربه الفيديوهات، فالشاشه ممتازه ولا غلطه، هتاخد منها تجربه محترمه جدا. كنت منبهر بصراحه من تجربه الشاشه دي. وكمان اللي بهرني اكتر هو السطوع يا جماعه بتاع الشاشه دي رهيب. سيبك من الارقام خالص، الموبايل بيسطع تحت الشمس بدرجه اللي هو لا دي مش فئتك السعريه يا باشا. انا قارنته مثلا بالانفينكس نوت 50 اس اللي كان المفروض سطوعه كويس وشاشه امليد وحلوه وبتاع، اتفاجئت ان الاونر اعلى منه بكتير. يعني اللي هو فعلا ال 400 لايت مميز جدا جدا من ناحيه الشاشه، فالوان، حواف، سطوع. كمان الشاشه بيقولوا عليها بروتكشن اسمها MOHS ليفل 4 وبتيجي عليها سكرين. قول لي رايك دلوقتي في شاشه ال 400 لايت جنب شاشات الموبايلات المنافسه. هل شايف ال 400 لايت مميز ولا ايه الكلام؟ خلصنا الايجابيات، هندخل بقى على السلبيات. وكلمه لايت لازم تاثر على الموبايل ومأثره على المعالج. الموبايل ده جايبه معالج من ميديا تك اسمه دايمنستي 7025 الترا، تكنولوجيا 6 نانو، مع ذاكره تخزين 256 جيجا من نوع سريع UFS 3.1، 8 جيجا رام حقيقيين، بيزيدوا 8 كمان بالرام تيربو، اندرويد 15، ودعم كامل لخدمات جوجل. والمعالج هنا هنقف عنده شويه وهنقسم التجربه
بتاعته لجزئين. الجزء الاول وهي تجربه الاداء اليومي، برامج سوشيال مكالمات والكلام ده كله. الموبايل مش هيأثر معاك خالص، اداء السي بي يو مش وحش مع السوفت وير بتاع اونر، وذاكره التخزين السريعه، فانا ما واجهتش معاه اي مشاكل تماما. نقدر نقول اداؤه اليومي كويس، مش هيأثر معاك ولا هيضايقك ولا هتحس ان ده عيب، مع العلم ان اداء السي بي يو بتاعه اقل شويه من اداء السي بي يو بتاع الموبايلات المنافسه اللي هم اقوى 3 اللي هم سامسونج وانفينكس وموتورولا. ولكن على الحقيقه في التجربه الفعليه فما تقلقش، اداء الموبايل اليومي على الحقيقه سيبك من الورق كويس وما فيهوش ازمه. ايه اللي فيه ازمه؟ الجزء الثاني وهي تجربه الالعاب الثقيله. المعالج اللي هنا فيه معالج رسومي غريب جدا اسمه ايمج بي اكس ام 8256. انا ما اعرفش ايه 8256 يعني، هل دي الرام والروم بتاعت الجهاز ولا ايه؟ بس المعالج الرسومي ده مش مدعوم في اي حاجه اصلا. يعني برامج الاختبارات اللي بعملها لقيت ان هو بيقول لي يا باشا انت المعالج الرسومي اللي عندك ده نوت سبورتد، ربنا يعوض عليه، اللي هو اقيس قوته ازاي. وعاوز اقول لك ان ده مأثر على سكور انتوتو بالنسبه للمعالج ده مقارنه مع المعالجات الثانيه، لان هو اداؤه مش وحش قوي لدرجه ان هو يديني الرقم ده، بس هو عشان مش سبورتد للجي بي يو بتاعه اللي هو انا ما اعرفش ده جايبينه منين. بس المهم قلت افتح بابجي بقى لعبه عادي اشوفه جايب لي ايه، لقيته جايب لي 40 فريم. ايه 40 فريم ده؟ احنا عندنا موبايلات المنافسه بتلعب 60 و90 فريم كمان. فمن الاخر تجربه الجيمنج او تجربه الالعاب التقيله على ال 400 لايت مش هتكون افضل حاجه تماما. واللي زايد عليها بقى ان انا ما لقيتش جايروسكوب حقيقي موجود في الموبايل. عارف انت اللي هو دي حاجه بتاكد لك ان الموبايل ده مش موجه خالص ان انت تلعب عليه اي لعبه تقيله. بس على كل الكلام ده ففي ميزه كده لازم نقولها برضو، الموبايل ده مش بيسخن خالص. انا ما اعرفش ازاي، بس يعني لو اختبار انتوتو اللي هو اكتر حاجه بتسخن الجهاز يا دوبك بتدفيه. هل مثلا عشان مفيش اداء قوي من المعالج؟ بس لا، ده في موبايلات تانية ارخص بمعالجات اقل بتسخن اكتر من كده. فبصراحه السخونه هنا ممتازه ولا غلطه. فمن الاخر ال 400 لايت لو انت عاوز تشتريه لازم يكون انت استخدامك عادي يومي، برامج سوشيال مكالمات واتساب اكسل الكلام ده، الموبايل ده مش هيأثر معاك تماما وهتبقى مبسوط بادائه. ولكن لو هتلعب العاب تقيله، مش الالعاب الخفيفه يا جماعه اللي هي بتاعت العاب الذكاء والحاجات دي، لا العاب تقيله بقى اكشن وان بيرسون شوتر والحاجات دي، فلا ال 400 لايت مش هينفعك. فكر في البدائل اللي هم اقوى 3 اللي انا قايل لك عليهم قبل كده، وعامل لك مقارنه ما بينهم وعامل لك كل حاجه ومدلعك، وانت لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو. يعني انا مروق عليك وجايب لك موبايل جديد لسه نازل وبعمل لك مراجعه وانت مكسل تدوس لايك. براحتك، انا هسيبك لضميرك. خلينا نتكلم بجد شويه. بصراحه ال 400 لايت ده لو كان اتحط فيه معالج اقوى من كده شويه كان هيبقى موبايل منافس جدا جدا في فئته السعريه. بصمه الموبايل هنا تحت الشاشه واداء سريع ما فيهاش مشاكل. الموبايل فيه مايك اضافي لعزل الدوشه، فيه خاصيه الان اف سي، فيه خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، صوته مونو مش ستيريو، وبرده دي من الحاجات الرخمه، تضحيه سخيفه. كلمه لايت بقى، انت عاوز يا باشا الباكج بتاع اونر الكامل روح لل 400 وادفع اكتر. خلينا نسمع الصوت سوا. ده واحد من الفيديوهات المقربه لقلبي. سالتكم على يوتيوب فيسبوك انستجرام عن تساؤلاتكم عن الموبايلات، ما شاء الله التفاعل اكتر من 1000 كومنت. الصوت كويس وعالي وما فيهوش مشاكل، وممكن تعلي الصوت اكتر. بس مونو، كون ان هو مونو دي بالنسبه لي خلاص بقت عيب بالنسبه لسعر الموبايل ده. وطبعا متشال منه مدخل السماعات ال 3.5 مللي لو بتسال عليه، وسنسور التقارب بتاع المكالمات هنا الترا سونيك، اداؤه زي الاونر 400 بالظبط، ما فيهوش ازمه كبيره. وشبكات الاتصال والواي فاي ممتازه جدا جدا في الموبايل ده، بيلقط شبكات في اخر الشارع عادي ولا هم. ونروح للبطاريه اللي على الورق رقمها مش كبير، 5230 ملي امبير، ولكن على الحقيقه ادائها كويس جدا. يمكن ادائها احسن من موتورولا وسامسونج، وقريب جدا لاداء الانفينكس نوت 50 اس. فانا ما عنديش ازمه خالص، الموبايل ده يكمل لحد اخر اليوم. 8 ساعات متوسط من الاستخدام بدون اي مشاكل. وكمان اونر بعت لك شاحن 35 واط جوه العلبه، لا ما تقلقوش ده موجود عادي مش متشال زي الجراب، بيشحن البطاريه تقريبا في قرب ساعه. ونختم بالكاميرات. الموبايل ده جاي بكاميرا خلفيه رئيسيه 108 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 ولكن بدون مثبت بصري، وعدسه ثانيه 5 ميجا بكسل الترا وايد فتحه عدسه 2.2، والسيلفي بتاعه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.5. وفي حاجه ما اتكلمتش عنها في الديزاين قلت اخليها للجزء بتاع الكاميرا. الموبايل ده زي ما هو شبه الايفون في الديزاين، ففي الزرار بتاع الكاميرا كنترول موجود ومخصص للكاميرا، تدوس عليه يفتح الكاميرا وتعمل عليه سوايبس فيعمل زوم ان وزوم اوت، ولازم تتك شويه كده بصراحه. يعني ما عرفتش اتاقلم معاه قوي عشان الخامه بتاعت الزرار مش ماشيه مع ايدي، بس المهم يعني ان هو في الزرار ده لطيف، ممكن تصور منه كمان لما تدوس عليه. عارف انت اللي هو ايه، كنت تحط مثبت بصري يا اونر وتوفروا حق الزرار ده. المهم الموبايل ده بيصور بورتريه 1 و2 و3 اكس يا باشا، كل ده ديجيتال من العدسه الرئيسيه. بيصور فيديوهات بجوده 1080 بس مفيش 4K بسبب المعالج المستخدم.
واركن بقى كل الكلام ده وخلينا نشوف اداء الكاميرات. انا هقارنه بالموتورولا جي 75. ليه؟ علشان ده تقريبا من افضل الكاميرات الموجوده في فئته السعريه، فعشان تشوف موقف ال 400 لايت في التصوير لازم احط لك ريفرنس، فحطيت لك الجي 75. ونبدا باول صوره بورتريه 1 اكس، وواضح طبعا العزل في الموتورولا اقوى، واللون الاسود والدايناميك رينج ولون البشره، كل الكلام ده مظبوط اكتر في الموتورولا. وحقيقي يعني تجربه بقى البورتريه ال2 وال3 اكس في ال 400 لايت مش افضل حاجه، لان السنسور نفسه اللي موجود مش قوي والمعالجه مش اقوى حاجه، فانت بتعمل زوم فيها فطبيعي التفاصيل مش بتكون حلوه، ولكن هو اوبشن موجود ممكن تاخد الصوره وتعدل انت عليه شويه وتاخد صوره احلى. في المجمل يعني لما جيت اجرب اصور كتير بال 400 لايت فهو والله مش كارثي في الكاميرا الخلفيه، يعني ما اقدرش اقول لك ان الموبايل ده كاميرته الخلفيه وحشه ابعد عنه، لا هو كاميرا مقبوله تعدي في فئته السعريه. طبعا مش رقم 1 ولا 2 ولا 3، ممكن تبقى رقم 4 مثلا ورا الموتورولا والسامسونج، وممكن تبقى زي الانفينكس او بصراحه لا اقل منه شويه، علشان كمان يعني الاهتزاز الرهيب اللي بيبقى موجود وانت بتصور رخم قوي، بيخلي دايما في تفاصيل مش واضحه في الصوره، لان مفيش اي حاجه تثبت ولا مثبت بصري ولا جايروسكوب، فالموضوع كبير شويه. في المجمل انا عارض لكم شويه صور كده حلوه علشان تشوف فرق جوده التصوير ما بين ال 400 لايت والجي 75، وانا رايي قلت لكم يعني هي كاميرا شغاله مش وحشه، ولكن مش اقوى كاميرا موجوده في فئته السعريه. ما تروحش تشتري الموبايل ده عشان هو كاميرا 108 ميجا بكسل فتقول يا نهار ابيض انا هاخد احلى تجربه تصوير في الكون، لا هو كويس بسعره ولكنه مش المركز الاول، ودي حاجه يعني انا بالنسبه لي اعديها، ما عنديش مشكله في القصه دي. خلينا بقى نشوف تصوير العادي مش الاشخاص، والله مش وحش خالص، ولكن برضو ساعات الدايناميك رينج بيلسع، وانا برضو بقارنه بالموتورولا اللي بيستخدم جوجل كام اللي بيظبط الالوان وفي اتش دي ار افكت جامد جدا، فمش عاوز ابقى ظالمه. ولكن والله ال 400 لايت كسب في صورتين كده، لقيت الجي 75 تحس ان الصوره خلاها كولد مع ان هي كانت ورم، الاضاءه كانت صفرا والشمس صفرا في الوقت ده في الصورتين دول، فيعني تمام ال 400 لايت مش وحش قوي كده. السيلفي نفس فكره الكاميرا الخلفيه، سيلفي مش افضل حاجه، تفاصيله مش اقوى حاجه، سيلفي مقبول، بس هو بيطلع السكين تونز بلون مش مظبوط شويه، مش حيوي شويه، يعني انا ما اعرفش انا ليه مطلعني برتقاني وفي الازرق مطلعني وش ابيض، فهو بيتلخبط شويه، لان زي ما قلت لكم المعالجه مش افضل حاجه في التصوير، لان المعالج نفسه اللي مسؤول عن الكلام ده مش اقوى حاجه. خلينا نشوف دلوقتي جوده تصوير الفيديوهات. اما تصوير الفيديوهات بالاونر 400 لايت فهو للاسف اخره 1080 بس، مفيش 4K بسبب المعالج المستخدم، دي حاجه مش حلوه لان الموبايلات المنافسه كلها بتصور فيديو بالكاميرا الخلفيه 4K. وكمان اللي زاد على كده ان 1080 ومفيش ثبات، وده راجع لان مفيش مثبت بصري ولا في جايروسكوب حتى، فالموبايل ده كجوده تصوير فيديو انا شايف كواليتي حلوه، بس موضوع ان مفيش ثبات وان هو 1080 فلا حاجه ما عجبتنيش. كمان الدايناميك رينج الحته اللي هناك دي لاسعه مش افضل حاجه، والسيلفي زيه زي الكاميرا الخلفيه اخره 1080 مفيش 4K طبعا، وبرده مفيش ثبات قوي في تصوير الفيديو. وكمان حاسس هنا بقى ان الجوده نفسها بتاعت الفيديو كالوان ومعالجه مش مقبوله زي الكاميرا الخلفيه، فولا هنا بتاخد جوده عاليه ولا هتاخد ثبات ولا هتاخد 4K. فاعتقد ان 400 لايت مش افضل اختيار بسعره لو انت يهمك جوده تصوير الفيديو. السعر الرسمي للاونر 400 لايت النسخه ال 256 و8 حوالي 13200 جنيه ضمان محلي، بس انا شاريه من المحلات عادي ب 12500 جنيه. ينفع تركب شريحتين اتصال، ما ينفعش تركب كارت ميموري، وطبعا الموبايل غير داعم للاي سيم. رايي النهائي الاونر 400 لايت عجبني في حاجتين جدا، الديزاين بتاعه حلو جدا والشاشه بتاعته ممتازه، هي الافضل تقريبا في فئته السعريه. الكاميرا الخلفيه بتاعته من ناحيه الصور تعدي، ما اقدرش اقول عليها ان هي عيب ولا كارثه، مع بصمه سريعه وشبكات قويه وموبايل ما فيهوش مشكله جوهريه في تجربه السوفت وير، ولكن في عيوب رخمه وكتير. المعالج الرسومي الضعيف هيخليك مش هتاخد افضل تجربه في الالعاب التقيله لو قررت تلعب عليه، وكمان الكاميرا الخلفيه ما فيهاش مثبت بصري، والموبايل ما فيهوش جايروسكوب، وما فيهوش جايروسكوب مأثر على حاجتين، تجربه الجيمنج وتجربه تصوير الفيديوهات. وطبعا مش بيصور فيديو 4K، الصوت بتاعه مونو مش ستيريو، بس هو عادي يعني دي ممكن انت تعديها براحتك لو انت عاوز الموبايل. واخر حاجه انه مش بيدعم تركيب كارت ميموري. قول لي رايك دلوقتي، هل بعد ما شفت المراجعه دي شايف ان الاونر 400 لايت مميز بسعره، او اضافه قويه في السوق، او اوبشن قوي ممكن تفكر فيه وانت بتشتري موبايل في رينج سعر 12 13 الف جنيه؟ انا هقول لك رايي، انا شايف الموبايل ده يتحط في الليسته كده بالنسبه لي ورا الموتورولا والانفينكس والسامسونج، يجي كده يتحشر جنب
جنب الريلمي 14 تي. الموبايل برضو اللي مميز في بطاريه ومقاومه ميه، ولكن المعالج بتاعه مأثر عليه في شويه حاجات. فهنا نفس الفكره، 400 لايت موبايل مميز في حاجات، ولكن المعالج اللي مش اقوى حاجه مأثر عليه في شويه حاجات زي ما شفنا دلوقتي. وبس كده، احب اشكرك جدا لو كملت معايا النقطه دي. انا كده خلصت المراجعه، خلصت كل الكلام اللي عندي. اكيد دلوقتي تتاكد انك عملت اللايك الجميل، تكتب لي كومنت وتقول لي رايك في 400 لايت. انا جبت الموبايل ده وراجعته عشان انتوا اللي طلبتوه مني. وتاكد انك عامل لنا سبسكرايب لو تشوفنا اول مره على اليوتيوب، فعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل. سلام. ناس بتسالني عن الجي تي 30 برو. الجي تي 30 برو نزل منه كميه صغيره قوي من انفينكس، كانوا بيتستوا بيها. الكميه دي معرفش تقريبا قربت تخلص. المفروض ان في كميه جديده داخله، ولما الكميه الجديده تدخل ان شاء الله هتلاقيني عامل لك المراجعه. بس المشكله في ايه بقى؟ الاوقات دخلت في بعض. يعني شهر 8 كان المفروض كذا حاجه تنزل فيه ما نزلوش. انت بقى عندك في شهر 9 اللي هو اصلا الشهر اللي فيه الايفون، عندك فيه الفي 60 وعندك الريلمي 15 وعندك الريلمي 15 برو وعندك الانفينكس جي تي 30 برو وعندك الانفينكس هوت 60 و60 برو و60 برو بلس و60 لايت. في يا جماعه انتوا جايين في الشهر بتاع الايفون؟ ماشي، سلام.